السلام عليكم، ازيكم حلويات قلبي؟ عاملين ايه؟ وحشتوني كتير كتير. معاكم مثلا الناس اللي بيشوفوني لأول مرة. طالما انتوا حلويات لازم طبعا نعمل لكم حاجة كده حلويات نشربها كمشروب منعش في حر الصيف والحر والفرهدة والرطوبة والنار اللي احنا فيها دي. اللهم اجرنا من نار جهنم، اللهم ارزقنا الجنة. تعال نشوف مشروبنا الجميل ده عملناه بايه. هو عبارة عن موهيتو المانجا. طبعا طالما موهيتو مانجا يبقى احنا لازم يبقى معانا مانجا. معايا هنا مانجاية تكون ناشفة شوية متكونش طرية. هتقشريها بقى بالمقشرة. بعد كده هقطعها مكعبات مش صغيرة اوي ومش كبيرة اوي، بالسكينة كده. دي تقطيعة المكعبات لو انتي ما بتعرفيش تقطعيها. نعمل خطوط بالعرض وبعدين خطوط بالطول كده. لازم السكينة تخبط في العضماية بتاعة المانجا اللي هي النوايا. وبعدين بقى بروح واخداه كده من اخر حتة وقطعة المانجا. بتنزل بقى معايا مكعبات، هي مش مكعبات متساوية بس عادي يعني يمشي الحال معانا. هي المانجا اللي معايا مش ناشفة، تحسوا ان هي نية شوية يعني لسه خضرة، كانت عايزة تستوي شوية. بس يعني انا عندي ولادي بيحبوا المانجا الممززة دي. هجيب بقى شوية من الكريز، يعني احنا كنا جايبين طم. هاخده بقى كده اطلع منه النوايات. الكيس بقى هنا هيديني قيمة غذائية وفي نفس الوقت هيديني لون حلو للمشروب بتاعي. بصوا بعمله 4/4، يعني بقسم نصين وباخد النص اقسمه نصين تاني، يعني بعمل 4/4. مفيش عندك كريز ممكن تحطي عنب، اكسري بس اللون. مفيش عنب ممكن ما نحطش حاجة خالص، اكتفي بالمانجا هي برضو ايه تقضي الغرض. بعد كده بجيب بقى شوية من المكسرات، شوية صغيرين. المكسرات دي طبعا بقى معايا من رمضان، هي خززت وطلع عينها وطلع بوزها، بس برضه احنا مش هنرميها هنستغلها. حطيت بقى الفواكه بتاعتي في جار كده، يعني على اساس ان احنا ايه بقى بروفيشنال وكده وخبرة ومعديين بقى ومحدش قدنا ومحدش زينا. الله يرحم ايام ما كان اسمه بطرمان ولا برطمان، معرفش كانوا بيقولوا عليه ايه. المهم هنحط بقى ايه الفواكه بتاعتنا مع المكسرات في الجار اللي احنا ايه حطيناه. معايا هنا بقى كام واحدة مارشميلو كنت مخبياهم، كنت جايباهم من ايام العيد ومخبياهم. المارشميلو ده حلو قوي، بصوا من جواه كده محشي بصوص كده زي العسل. تاخدوا بقى المارشميلو، معرفش الزرقة دي كان طعمها ايه. المهم هو بيبقى الوان يعني ازرق اصفر، بس انا لما دقتهم حسيت ان هما طعم واحد، يعني هما الولاد بيقولوا ان هما مختلفين بس انا شايفاهم طعم واحد. فهنحط واحدة زرقاء، نحط واحدة صفراء، نحط واحدة بينك عشان ايه عندنا بنانيت والبنانيت ما يزعلوش. بالمقص كده بتقصيه. هيبقى مارشميلو موجود، يعني ممكن كمان تحطي الكاندي اللي هي الجيلي اللي على شكل مثلا بطيخ، ممكن تلاقيه على شكل دباديب، على شكل كده فراولات، زي ما تلاقي تبقى حلوة برضو بتدي طعم حلو. بعد كده بقى بتضيفي عليه مشروب مياه غازية يكون ابيض، اي نوع بقى يعني من النوعين اللي موجودين في السوق. بتحطي تملي كده الجار على اخره، تغطي الفواكه. بعد كده بقى بتجيبي ليمونية او ليمونتين حسب ما انتي المزازة بتحبيها كتير حطي ليمونتين، بتحبي المزازة كده يعني هادية بتحطي ليمونة واحدة حسب ما انتي عايزة. نقلب بقى قلوبة كده صغنونة، وتعالوا بقى شوفوا بقى ايه الميكس الرهيب الفظيع ده. ماسة بتعمل عظمة يا ولاد، شايفين العظمة؟ متنسوش بقى تحطوا اللايك والشير للجار القمر ده علشان نفيد بحبايبي. بصوا بقى المياه الغازية بقى لونها بينك من الكريز. تقدروا تحطوا بقى اي فاكهة انتوا عايزينها او اي حلويات انتوا حابينها، مارشميلو، الجيلي، ممكن اللي هو التوفي اللي هو بتاع الاطفال ده اللي هو الطري. اي حاجة انتوا حابينها حطوها، اي ميكس انتوا عايزينه حطوه، بيبقى حلو، مشروب حلو منعش في الصيف والولاد بيحبوه. لو عجبك بقى المشروب بتاعنا متنسيش اللايك والشير، واشوفكم على خير في حلقات جاية كتير، والسلام عليكم.